والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. أمل يتجدد في وحدتنا، أمل يتجدد في وحدتنا. صاحب الفخامة رئيس مجلس السيادة الموقر، أصحاب المعالي نائب رئيس وأعضاء مجلس السيادة الموقر، المواطنون الشرفاء الكرماء في كل أصقاع الوطن الحبيب، في كل قرية وكل مدينة وكل حلال وكل بقعة وكل مرفأ. يا أهل السودان قاطبة داخل وخارج السودان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يتقبل شهداءنا الأبرار ويشفي الجرحى ويفك أسر المأسورين ويعيد النازحين والعالقين واللاجئين إلى ديارهم سالمين آمنين غانمين. التحية والتجلة لقواتنا المسلحة الباسلة ولقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة وحركات الكفاح المسلح والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية والمستنفرين وكل القوات المساندة الأخرى وكل من شارك في معركة الكرامة، المعركة الوجودية، بماله أو فكره أو قلمه. الشكر، كل الشكر لهذا الشعب السوداني العظيم صاحب القرار وسيد الموقف، والشكر لمجلس السيادة وللقوة والفعاليات السودانية التي سوف أقف منها على مسافة واحدة، لكنني سوف ألغي هذه المسافة مع المواطن ومع الشعب السوداني الأبي. والشكر لحركات الكفاح المسلح التي ساهمت في القوات المشتركة. الشكر موصول لكل الدول الشقيقة والصديقة، ولجامعة الدول العربية وللاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة الإيجاد وكل المنظمات الإقليمية والدولية التي ساندت السودان في وحدته وسيادته وكرامته وقيمه. أرجو وبكل ثقة وتواضع وتفاؤل وفي هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الأمة أن أوافق على تولي منصب رئيس الوزراء. أدرك تماما
حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، وأتعهد بالعمل لخدمة الوطن وإنسان السودان بكل إخلاص وتفان. سوف نعمل على تحقيق وإنفاذ مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة وخدمات المواطن بما في ذلك الكهرباء والماء وكل الخدمات المصاحبة والصحة والتعليم والتنمية المستدامة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وألوانه ومكافحة الفقر. الأولويات الوطنية العاجلة: أولاً الأمن القومي السوداني وهيبة الدولة بالقضاء تماماً على التمرد وكافة أشكال الميليشيات المتمردة، وحث الدول التي تدعم هذه الميليشيات عن التوقف تماما عن هذه العمليات الإجرامية، الدول التي تخطط وتمول وتعاون في التنفيذ. ودولة القانون بما في ذلك النيابة والقضاء والمحكمة الدستورية. وعلاقات السودان الخارجية خاصة مع دول الجوار وفي محيطنا العربي والإفريقي ومع كافة دول العالم. ثانيا إدارة الفترة الانتقالية والجهاز التنفيذي بكل كفاءة ونجاح. ثالثا استتباب الاستقرار والسلام والأمن في كافة ربوع الوطن الحبيب. رابعا الاقتصاد ومعاش الناس كما ذكرت قبل قليل، وأمن المواطن، واستنفار كافة الإمكانات الداخلية لزيادة الصادر وتفعيل الصناعات والزراعة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. خامسا إعادة الإعمار وجبر الضرر، بل إعادة هيكلة الدولة السودانية، مما يتطلب تضافر الجهود واستنفار كافة الإمكانيات المحلية الممكنة. وسادسا الاستشفاء الوطني الشامل والحوار السوداني الذي لا يستثني أحدا، ونبذ الجهوية والعنصرية. In conclusion, I have a message to the international and regional communities. Our main objective in Sudan is to establish durable peace. You are invited to join this appeal. You are also invited to engage with Sudan in fostering
productive partnerships for the effective reconstruction of the country. J'en appelle aux communautés internationales et régionales et à toutes les passions pacifiques. Notre objectif principal est d'établir une paix durable au Soudan. Vous êtes invités à nous joindre. Vous êtes également invités à participer activement pour la construction de notre pays. Et para terminar, déjame decir, este país es una gran civilización. Sus recursos son necesarios para todo el mundo. Quiero decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. وفي الختام أرجو أن أشكر كل من عارضوني وكل من دعموني. معا نستطيع أن نصل إلى مشروع وطني محدد. معا نستطيع أن نخرج هذا الوطن العظيم من النفق المظلم. وأنا لا أريد مجدا شخصيا، ولا أريد أن أكون حاكما يخدمه الشعب. أريد أن أكون خادما يحكمه الشعب. هذه هي رؤيتنا القومية المتكاملة التي سوف نتدارسها بإذن الله تعالى. وهذه هي آلية إنفاذ هذه الرؤية. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.